اخيرا رجعت اصور. الحاجات اللي بقى اللي هتكلم عليها النهارده دي حاجات كده ملهاش اي 30 لازمه، زي النيش اللي جنبي ده، كل ما اجي جنبه ماما تزعق لي بس مش اكتر. هو ده لازمته في البيت، يعني تبقى نايمه جوه مفيش، تقعد تنده عليها ما بتردش، تيجي بس جنب النيش، ايه مين اللي قرب من النيش؟ مين حاجتي بس، وتقعد تعايرني كل 5 دقايق. اللي انا وانا صغير كنت بحك فيه بالسكوتر، بوظت لي النيش، ما بتنساهنيش ابدا كل 5 دقايق. الجايين دول بقى شغلانات فعلا ملهاش لازمه، يعني مثلا زي بتاع السينما ده ما تعرفش ايه دوره، داخل كده بالكشاف واقعد هنا، وفي الاخر بقى كل سنه وانت طيب. انا اول مره في السينما كنت اروح لوحدي من غير اهلي، فبيقول لي كل سنه وانت طيب، قلت له انت طيب، ودخلت قعدت، لقيته باصص لي كده ومدد ايده ومستغرب من رد الفعل، ادركت انه كان عايز فلوس. اما بقى بتاع الاسانسير ده ما تعرفش فيه ايه، يعني انا حضرتك مش عارف ادوس على الرقم بتاع الاسانسير، انا عارف ان الدور الثاني، مش عارف ان الدور الثاني هيبقى مكتوب 2، ولا الراجل ده هيدخل لي برمجه معينه، ولا في ايه، ولا بتاع المناديل بقى اللي في الحمام عشان تبقى كملت بقى إيه. انا مش هعرف يعني اشد كده من البكره مناديل، يعني لازم اخدها من ايد الراجل، افرض ايد الراجل شاخخ فيه ده اني لديد. واللي انا بتكلم عليه ده كوم، وساس العربيات ده كوم تاني. عارف زي الحيوانات كده لما بتيجي تعلم مكانها بتتبرز في المكان ده، وهو ده يبقى بتاعها، هو بيعمل كده بقى. ايوه يجي كده عند الرصيف ده بتاعي بس، واللي هيركن هنا هو ب5 جنيه، وكل واحد سايس بقى على حسب منطقته. عبيط. والمصحف، يعني انا ببقى عايز اتخانق معاه وما طلعلكش العربيه، وايه دوره بس وانت طالع بالعربيه، يلا يا باشا يلا يا باشا، هو اصلا مش باصص لك، يعني هو مش باصص للعربيه بتاعتك اساسا، وتلاقيه بعيد عن العربيه بتاعتك بشارعين قاعد بيشرب قهوه، وقال بس ما يلاقي عربيتك خلاص طلعت يجري عليك سرعه الصاروخ عشان ياخد الفلوس. بس كام مره كده، بتاع 5 مرات كده 6 مرات، هربت منه انا وبابا، ما اداناهوش اي حاجه، كنت مبسوط جدا. حاجه بقى انا ما بقتنعش بيها وفعلا هي ملهاش لازمه، الاكراميات. يعني مثلا تخش محل تشتري حاجه، وبعدين بقى تدي الراجل اللي لفلك مش عارفه ايه، تدي له 5 جنيه، اللي هو اللي انتوا بتسموه تيبس، عارفين ده ملوش اي 30 لازمه. دلوقتي الراجل اللي انا بيقدم لي الخدمه بياخد مرتب عشان الخدمه دي، صح ولا لا؟ انا غلطان في ايه؟ بتقول لي اصل المرتب اللي بياخده ما بيقضيهوش، وعشان اللي مشغله عارف ان انت هتدي له فلوس، عارف ان انت اهبل هتدي له فلوس، فمش هيقبضه كتير، والراجل اللي مشغله هياخد الفلوس دي يقعد بيها على كرش مش اكتر، فانت ما تديهوش فلوس، تدي له ليه؟ هو شغلته انه يعمل لك الحاجه دي، وليه مرتب عشان الحاجه دي. وبعدين انتوا بتشجعوا الناس دي انها ما تقدمش خدمه حلوه الا اللي هو شكله هيديله تبس عالي يعني، لكن مش هيديني حاجه لا، هكروت له اي حاجه. فانتوا اللي غلطانين في الحكايه دي، انا شايف كده، انا الوحيد اللي مقتنع كده في اهلي بصراحه، وبحسها عامله زي الرشوه بالظبط. حاجه بقى كمان ملهاش لازمه، مش هم على السجاده. مش هم على السجاده ده، يعني انا نفسي افهم ايه لازمته، حاجه معفنه كده، انا جايب سجاده عشان ازين بيها الشقه، اروح مبوظها بالمشمع بس. بتسال مامتك تقول لك ايه، انا جايباها عشان السجاده ما تتوسخش. نفسي في مره اشوفه بيتشال من غير ما السجاده تتشال معاه تتغسل، نفسي ما بتحصلش ابدا. طب ايه يتوسخ امتى؟ ما احنا جايبين المشمع عشان هو ما يتوسخش، ما تعرفش. وساعات بقى تلاقي المشمع اقصر من السجاده سنه، ففي حته بتبقى باينه، وانت ما شاء الله عليك اعمى القلب والنظر، تخش تروح دايس عليها. وهنا بيشتغل جهاز الاستشعار عن البعد عند امك، هي بتبقى اصلا في اخر الاوضه في الشقه ومش شايفه الباب اصلا ولا مين جه، بس هي بتحس بالسجاده اللي انت دوست عليها، وفي اللحظه دي بتعرف ان مامتك اسرع كائن في الدنيا، بتيجي من الاوضه في ثانيه واحده، دوست على السجاده ورا. ايوه بالطين عشان انا ظهري اتكسر طول اليوم في المسح. ايوه عايز تموتني. اخر حاجه بقى افتتاح المحلات. افتتاح المحلات ده ملوش اي 30,000 لازمه، يقعد يجيب لك دي جي وبلالين وكراسي في الشارع، وهو محل هدوم اساسا، ما تعرفش جايب الكراسي دي يعمل بيها ايه والترابيزات دي. طب ايه فايدته؟ عشان تعمل سمعه المحل بعد اسبوعين بيقفل وبيخسر اساسا، بيجيب ضرافه، ودي فلوس على الفاضي. بطلوا تعملوا حاجات بقى ملهاش لازمه. انا كده خلاص، تقدروا تتابعوني على الحاجات دي يوتيوب فيسبوك انستجرام. كان معاكم محمد احمد، السلام.